أنا رنا، عمري 31 سنة. تزوجت مرتين، وفي كل مرة رزقت ببنت، وبعدها انتهت العلاقة. أعرف أن الكثيرين قد يحكمون علي فور سماعهم هذا الكلام، لكن أرجوكم اسمعوني حتى النهاية قبل أن تصدروا أي حكم. بدأت قصتي حين كنت في 17 من عمري. أقنعتني العائلة بالزواج من ابن خالي لأنه شخص كويس ومن عائلة محترمة، وكما يقول المثل: اللي تعرفيه خير من اللي ما تعرفيهوش. كان الجميع يمدح فيه، فوافقت. خطبني وجهز شقة فاخرة وفرشها بأجمل الأثاث. كانت ليلة الزفاف حلماً لكل فتاة. الكل يحسدني على الفرحة والبيت الجميل، لكن منذ البداية كان هناك شيء غريب في طباعه. كان هادئاً جداً، قليل الكلام، لا يبادلني النظرات الحانية ولا الكلمات الجميلة. ظننت أن الأمر سيختفي بعد الزواج، وأننا سنتعود على بعضنا، لكن الواقع كان مختلفاً. ليلة الدخول مرت بصعوبة، لم تكن ممتعة على الإطلاق. كان متحفظاً وحركاته ثقيلة، وكل شيء يتم بسرعة وبرود. أنا بطبيعتي فتاة مرحة، أحب الكلام الجميل والاهتمام، لكنه لم يمنحني أياً من هذا. بعد 3 أو 4 أشهر لاحظت أن العلاقة الحميمة بيننا لا تتجاوز بضع دقائق، لدرجة أنني لم أعد أرغب في وجوده بقربي. تحدثت مع والدتي بصعوبة وأخبرتها أنني غير سعيدة، لكنها قالت لي: تحملي، فأنت تعلمين أن الطلاق ليس خياراً لنا بعد وفاة والدك. واصلت حياتي وكتمت آلامي. في أحد الأيام خرجت للسوق لأشتري احتياجات المنزل. ارتديت عباءة بسيطة، لكنها كانت جميلة علي، ووضعت مكياجاً خفيفاً. في الطريق قال لي أحد المارة كلمة عابرة لكنها لطيفة، وعندما عدت إلى البيت انفجر زوجي غضباً، اتهمني بالتبرج، وتطور الأمر إلى خناقة كبيرة انتهت بضربه لي. تركت البيت وغادرت إلى منزل والدتي. هنا بدأت رحلة معاناتي الحقيقية. هل كان قراري بالهروب صائباً، أم أن الأمور ستزداد سوءاً؟ عدت إلى والدتي حزينة ومكسورة، لكنها لم تتفهم موقفي. قالت لي: بعد كل هذه الشقة والتعب تريدين الطلاق؟ انسي الأمر. اضطررت للعودة إلى منزل زوجي، وعشت معه 4 سنوات من العذاب الصامت. كنت كالزهرة الذابلة، كل مشاعري مكبوتة، واحتياجاتي العاطفية والجسدية مهملة تماماً. رزقت ببنتي الأولى خلال هذه الفترة، لكن حتى فرحة الأمومة لم تخفف عني مرارة العيش مع رجل لا يشعر بي. كانت لدي حساسية مفرطة تجاه كل شيء. أحتاج إلى الحب والكلمات الدافئة، لكنني لم أجد أياً منها. حاولت التحدث معه أكثر من مرة، لكنه كان يرد علي بالضرب أو الإهانة، ويقول لي: أنت جريئة جداً، لا تتكلمي في هذه الأمور. فأصمت وأبتلع ألمي. بعد 4 سنوات فوجئت به يعلن سفره للعمل في بلد آخر. كنت سعيدة برحيله، ولو في داخلي فقط. بعد 6 أشهر تعرض لحادث هناك أثر عليه جسدياً ونفسياً، فأجبر على العودة. أصبح أكثر عصبية وتشنجاً، وكان يتهمني دائماً بالشفقة عليه عندما أحاول مساعدته. المشكلة الكبرى أنه فقد القدرة على العلاقة الزوجية تماماً. لم أكن أهتم بذلك، فقد اعتبرت هذا قدري، لكنه كان دائم الشجار والخلاف. وفي لحظة غضب قال لي: خذي شنطة هدومك وامشي، أنت طالق. توسلت إليه أن يتراجع، وحتى والدتي حاولت معه، لكنه أصر. قال إنه سيعطيني حقوقي، وابنتي ستبقى معي. شعرت بصدمة لم أتخيلها أبداً. خرجت من بيته وأنا لا أعلم إلى أين سأتجه. في تلك الفترة كان هناك جار لنا يعرفني من قبل الزواج. كان متزوجاً ولديه أطفال، لكنه بدأ يقترب مني بعد عودتي إلى بيت أمي. كان يمتلك كل الصفات التي حرمت منها: كلام حلو، اهتمام، جرأة،
وقدرة على جعل المرأة تشعر بأنها امرأة حقيقية. تلاعب بمشاعري وأقنعني بالزواج منه سراً، فوافقت. هل كنت مخطئة هذه المرة أيضاً؟ أم أن الظروف هي من قادتني لذلك؟ تزوجت من ذلك الجار في عرفي دون علم والدتي. كنت أعتقد أنه سينصفني ويعترف بي علناً، لكنه بمجرد أن علمت زوجته بالأمر تخلى عني كلياً وطلقني. شعرت بالخيانة والخذلان من أعماقي. حاولت التحدث معه، لكنه تجاهلني تماماً. والدتي عندما عرفت غضبت مني بشدة وكرهتني لأني جلبت العار للعائلة. أصبح الناس في الحي يتحدثون عني بسوء وينظرون إلي بنظرات ازدراء. خافت والدتي على مستقبل أخواتي غير المتزوجات، فقالت لي: لا يمكنك البقاء هنا. تركت عندها ابنتي الكبرى، وبعد فترة قصيرة تقدم لخطبتي رجل في 60 من عمره، أرمل، لديه ابن وحيد. وافقت والدتي دون تفكير، وكأنها تريد التخلص مني. تزوجته، واكتشفت أنه غير مناسب لي إطلاقاً. لكنني كنت قد بلغت 28 من عمري، وأشعر أن كل الفرص ضاعت مني. كان زوجي المسن لا يلبي أياً من احتياجاتي، لا عاطفياً ولا جسدياً. حاولت أن أقنع نفسي أن هذا قدري، وأنه لا مفر منه. كفى ما سببت لوالدتي من مشاكل، لا يمكنني العودة إليها مجدداً. قضيت أيامي في صمت وألم، أحاول كبت رغباتي ومشاعري، لكن الجوع العاطفي كان يلتهمني من الداخل. في ذلك الوقت كان ابن زوجي مسافراً للعمل في مزرعة دواجن بعيدة، يغيب شهراً ويعود شهراً، حيث يتناوب مع شريكه على إدارة العمل. عندما تزوجت والده لم أكن قد رأيته بعد، لأنه كان في شهر عمله. بعد فترة عاد إلى المنزل لأول مرة. منذ اللحظة الأولى التي رأيته فيها شعرت بشيء غريب. كان شاباً في 26، وسيماً جداً، أنيقاً، ورائحة عطره تفوح قبل وصوله. أنا بطبيعتي أعشق الجمال والعطور والكلمات الحلوة، وكل هذه الأشياء وجدتها فيه. نظراته كانت تخترقني، وعيناه تتحدثان دون كلام. شعرت بالارتباك والقلق، لكن في الوقت نفسه بشيء لم أشعر به منذ سنوات طويلة. هل كان هذا الشعور بداية نهايتي، أم بداية شيء جديد لم أتوقعه؟ في اليوم الثاني لوصوله فوجئت به يقدم لي هدية بمناسبة زواجي من والده. كانت المرة الأولى في حياتي التي يتذكرني فيها أحد بهدية. أحضر لي شيئاً خاصاً بي كامرأة. كان جميلاً وعطره فريد، بالإضافة إلى ساعة أنيقة. رفضت أخذ الهدية في البداية، لكنه أصر بلطف قائلاً: هذا شيء تحتاجينه، أرجوك تقبليه ولا تزعلي. قبلت الساعة فقط، لكن عينيه ظلتا تتحدثان إلي بكلام لم أفهمه تماماً. مع الأيام بدأ يقترب مني أكثر. كان يقضي وقتاً طويلاً معي في المنزل خلال شهر إجازته، يسألني ماذا نأكل اليوم، ويقف معي في المطبخ ليطبخ جنبي. نضحك ونهزر، ويحكي لي عن أحلامه وعن حياته. كان لطيفاً ومهتماً، يلاحظ تفاصيلي الصغيرة ويتذكر ما أحبه وما أكرهه. في أحد الأيام سألته: لماذا لم تتزوج حتى الآن رغم أن ظروفك المادية جيدة؟ نظر إلي بعمق وقال: لم أجد المرأة التي أريدها حتى الآن. سأخبرك بمواصفاتها. أريدها جميلة مثل القمر، رائحتها خفيفة، مرحة ومتحررة، تحب الحياة والضحك، تفهمني من نظرة عيني، تكون مثلك أنت بالضبط. تابع كلامه: أماني، أنت جميلة جداً، وكل شيء فيك أتمناه في شريكة حياتي. كنت أتمنى طول عمري أن أجد امرأة تخطف قلبي من أول نظرة، وهذا ما حدث معك. شعرت وكأن الأرض تهتز تحتي. كلماته دخلت إلى قلبي قبل عقلي. فتحت عيوني على حقيقة أنني حرمت طوال حياتي من هذا الكلام الجميل وهذا الاهتمام الحقيقي. نهضت مسرعة وركضت إلى غرفتي وأغلقت الباب،
وبدأت أبكي بمرارة. كل ما فاتني، كل السنوات الضائعة، كل الجوع العاطفي الذي عشته، تصاعد فجأة كالسيل الجارف. طرق بابي، لكنني طلبت منه الابتعاد، لكنه لم يذهب، بل سمع صوت بكاء المرتفع، فعاد وطرق مرة أخرى بإلحاح. فتحت له الباب، فدخل واقترب مني وقال: لا أستطيع تحمل رؤيتك تبكين، اخبريني ما بك؟ هل كان علي أن أفتح قلبي له؟ أم كان الأفضل أن أبقى صامتة؟ بين الدموع اعترفت له بكل شيء. قلت: كنت أتمنى طول عمري أن أجد شخصاً مثلك، يقدرني ويفهمني ويكلمني بلطف، لكن حظي العاثر دمر كل شيء. الجميع الآن ينظرون إلي كامرأة سيئة، لكن الحقيقة أنني لم أكن أريد أن أكون سيئة أبداً. كل ما أردته هو أن أشعر أنني امرأة مرغوب فيها، أن أسمع كلمة حلوة، أن أجد من يهتم بي. أنت أيضاً، من أول لحظة رأيتك فيها خطفت قلبي. عندها اقترب مني أكثر وضمني بين ذراعيه، وبدأ يتحدث معي بهدوء وحنان. شعرت بإحساس غريب عميق لم أختبره من قبل، كأني كل ما كنت أحلم به طوال سنوات الزواج الفاشلة، كل ما كنت أبحث عنه من دفء وحب، وجدته في تلك اللحظة. كنا نتحدث وكأننا نعرف بعضنا منذ عمر، وكأن المسافات بيننا انعدمت تماماً، لكن سرعان ما عاد إلي صوت العقل. ما الذي أفعله؟ هذا ابن زوجي، وأنا متزوجة من والده. كيف وصلت إلى هذا؟ تذكرت خيانة الجار السابق، وتذكرت نظرات الناس، وتذكرت نظرة والدتي الباردة. خفت من تكرار السيناريو نفسه. خفت أن أكون دائماً الضحية التي تندفع وراء مشاعرها ثم تترك وحيدة. هو الآخر كان يشعر بالذنب، لكنه قال لي: أنا لم أتعلق بقلبي بامرأة كما تعلقت بك. أنت مختلفة. أعرف أن وضعنا صعب، لكني لا أستطيع الابتعاد عنك. ثم فاجأني بعرض: لدي شقة صغيرة أملكها في مكان بعيد، أذهب إليها عندما أحتاج إلى تغيير الجو. يمكن أن تكون بيتاً يجمعنا. لا تحتاجين إلى الطلاق من والدي ولا إلى إخبار أي أحد. فقط تعالي معي ونعيش حياتنا في السر. تركني هذا العرض في حيرة شديدة. هل أوافق وأعيش قصة الحب التي حرمت منها؟ أم أرفض وأكمل حياتي مع رجل لا يشعر بي، وأنا أعلم أن قلبي لن يهدأ أبداً؟ ماذا أفعل؟ هل أستمع إلى قلبي الذي ينبض بالحب لأول مرة، أم إلى عقلي الذي يخبرني أن هذه الكارثة بعينها هي التي أوقعتني في المشاكل السابقة؟ أنا الآن ممزقة بين خيارين، كلاهما مؤلم. إذا بقيت مع زوجي المسن، فسأعيش بقية عمري في جفاف عاطفي وجوع للاهتمام، وأنا أعلم أن مشاعري تجاه ابنه لن تموت. وإذا وافقت على عرضه وذهبت معه إلى الشقة الصغيرة، فسأكون عشيقة سرية، أتخبى وأخاف من أن يفضحنا أحد، وأخسر آخر ما تبقى من سمعتي. أنا لست امرأة سيئة، صدقوني. كل ما أردته هو أن أحب وأحب. عندما تزوجت ابن خالي وأنا في 17، لم أكن أعرف أن الحياة ستكون بهذه القسوة. وعندما وافقت على الزواج السري من الجار، كنت ضعيفة ومكسورة، أحتاج إلى من يمسح دموعي. وعندما تزوجت من هذا الرجل المسن، كان ذلك بسبب ضغط المجتمع وخوفي على مستقبل بناتي. ألوموني إن شئتم، لكني أريد أن تسألوا أنفسكم: هل من العدل أن تحرم امرأة من أبسط حقوقها العاطفية والجسدية طوال حياتها، ثم تحاسب بقسوة عندما تبحث عن بديل؟ أنا لست خائنة، أنا إنسانة تعاني. ربما أخطأت في اختياراتي، لكن الظروف كانت دائماً أقوى مني. زوجي الحالي لا يشعر بي، لا يلاحظني، لا يلمسني حتى، وابنه هذا الشاب الوسيم الحنون جعلني أشعر بأنني امرأة للمرة الأولى في حياتي. يقول إنه يحبني وإنه مستعد لتحمل المسؤولية،
وإن الشقة الصغيرة ستكون ملاذنا الآمن. لكني أخشى أن تتكرر المأساة. أخشى أن أندفع وراء الكلمات الجميلة مرة أخرى، ثم أجد نفسي وحيدة كما حدث من قبل. أخشى أن أكره نفسي أكثر مما أكرهها الآن، وأخشى أن أنظر في وجه بناتي يوماً وأنا أعلم أنني فضلت حبي على واجباتي. يا رفاق، أنا حائرة. قلبي يقول اذهبي معه، وعقلي يقول ابتعدي. أمي لا تريد رؤيتي، والمجتمع يحكم علي، وأنا لا أعرف من أين أبدأ. ساعدوني، ماذا أفعل؟ هل أبقى في زواج بلا حياة؟ أم أخاطر من أجل الحب؟ ردي علي، فأنا في أمس الحاجة إلى صوت العقل من بعيد.